يا اهلا بيكم النهارده في زيارتنا لسولار اند ستوريج لايف مينا. احنا زرنا المعرض، حبينا نشوف ايه جديد في المعرض. رحنا شفنا المعرض. بصراحه التنوع كان حلو خالص. بدانا بهواوي، بعد كده وينجل. بصراحه كانوا عارضين حاجات كويسه. في الاستوريج كان مغطي بطريقه كويسه جدا. ينكو كانت عامله، واول مره تعرض الاستوريج كان عندها خلايا ان تايب وبي تايب. بعد كده طبعا لونجي. لونجي برضه نفس الوضع لحد 590 واط الخلايا بتاعتها. وبعد كده التخزين في ان بي بي. سان تك برضه كانت عارضه لحد 620 واط. ان بي بي كبطاريات برضه كانت عارضه برضه جوده كويسه. ندخل بعد كده على الماريزات بكل التوكيلات اللي معاها سواء استيمان او ساج وهكذا. بعد كده جي سي ال بصراحه كانت وعارضه لحد 595 واط. بعد كده لحد 700 كمان و10 واط. بعد كده وزاره الطاقه طبعا كانت اساسيه في المعرض، وزاره الكهرباء والطاقه طبعا. زي ما احنا قلنا ماريزات تيرينا وساج واستيمان وكده. اي سولار كانت عارضه وكان كويس جدا اللي عاملاه. انا اسف، قصدي اي تي اس. وكل ده بيهتم بلوحة التخزين أو بميكانيزم التخزين. نيجي بعد كده لهواوي، مهتمة جدا بالهايبرد سيستم، بحيث ان انا يكون عندي اي مكان زي ما احنا شايفين كده كحقل بترول انا اقدر اهتم بيه بالكامل. انفرتر سوليد من الانفرترات اللي انا متوقع انها هتنتشر الفترة الجاية مع الوكيل بتاعها اجر سولار، هتنتشر في مصر انتشار كويس، خصوصا انه الجوده بتاعتها على حسب ما شفت في الداتا شيت، حسب ما سمعت انها كويسه. جي اي سولار وصلت لحد 615 واط، وانا سمعت انها في منها 700، بس هو لسه ما نزلش السوق المصري. تيرينا سولار مهتم جدا بالتخزين. صحيح ان هم ما ادوش اسعار، طلبنا منهم اسعار ومواصفات في المعرض ما ادونوش حاجه واضحه، بس هم مهتمين بالمشاريع نفسها. طبعا انفرتر فيتش موجود، وباقي الانفرترات هكذا. بعد كده اس ال راك موجود بقوه، انه الراكات بتاعتهم محترمه. صحيح ان انا مش مؤيد ان انا اشتغل على الراك الخارجي. بعد كده الانفرتر الخلايا سريم وصل 710. بنست طبعا اساتذه في السبورت ستراكشر سواء ستيل او الومنيوم، بصراحه من الناس اللي بنشهد في السوق. بعد كده الاساس بتاعنا الباندا بتاع اي سولار، لازم كل معرض يجي لنا ويقعد يلعب معانا ويهزر. اللي جه معانا بعد كده السبورت ستراكشر ده بصراحة قوي جدا جدا جدا، واحنا اشتغلت بيه قبل كده في مشروع كان كويس جدا. اللي حصل في معرض انتشار للمصانع والشركات الصينية. الصينية دي عملت غزو للسوق المصري والمعرض كله. بدون ما يكون لها وكيل، بدون ما يكون ليها موزع حتى في مصر. هي نازلة ببطاريات ليثيوم، بوحدات تخزين، بكل حاجة. وطبعا مايكرو كراون أو كراون انفرتر محترم جدا برضه بدأ ينزل في مصر. الحاجة اللي أنا اتكلمت فيها إنه الشركات الصينية بدأت تغزو. ده أنا شايفه مؤثر عالي جدا جدا، إنه الحمد لله السوق المصري جاي. وكمان كل الشركات أو معظم الشركات بتاعت السبور بتاعت الانفرترات او الشواحن بدات تهتم بالشواحن العربيات الكهرباء. وبرضه ما نسيوش برضه سمارت هوم، وده برضه من الحاجات الكويسه اللي بدات تهتم بالسولار، بتدخلها معاها كسمارت هوم، ودي حاجه كويسه جدا. طيب الشواحن بتاعه عربيات الكهرباء كانت منتشره في اكتر من شركه. وطبعا الحاجات المهمه الشمسيه من الشركات برضه محترمه كانت موجوده وليها قوه في السوق، واعتقد انها الفتره الجايه برضه هتكون موجوده بقوه. اجهزه الصغيره دي او اليو بي اس الصغيره دي موجوده بقوه كبيره جدا، وده ايليا طبعا من المنظمين بيسلم علينا. خلينا برضو نتكلم على انه شنت بدات تعمل اكسسوارات للسولار، ودي حاجه كويسه. انا شفت سعرهم بصراحه غالي شويه او غالي شويتين، ولكن دي برضو بدايه كويسه، ان الفتره الجايه هنشوف اكسسوارات غاليه جدا. وهنشوف اكسسوارات كويسه جدا هتفضل معانا الفتره الجايه. بعد كده زي ما احنا بنتكلم انه ما زلنا بنشوف انه الصينيين هم اكتر ناس منتشرين في المعرض. هل هم جايين كده؟ لا، انا شايف ان هم شايفين حاجه احنا ممكن مش شايفينها كويس. هم شايفين حاجه كويس، هم شايفين انه في دعم من عندهم. هم مش جايين كده وخلاص، الناس دي دارسه كويس السوق المصري. وطبعا عارفين منلو دولة شركه اصلا موجوده في الامارات وموجوده تقريبا في ايطاليا. وهنا برضو بنتكلم على شركات بطاريات. جيت سولار من المصانع المحترمه في مصر. ان شاء الله يكون في تعاون بيني وبينها، لان انا
حبيت منتجهم، وان شاء الله يعني انا حاولت اتعامل معاهم الفتره اللي فاتت، بس ما وصلناش يعني ما حصلش نصيب كده في اكتر من حاجه. نرجع تاني نتكلم انه الشركات العالميه شايفه انه في حاجه في مصر جايه الفتره الجايه، فده معناه انه ان شاء الله السوق المصري الفتره الجايه في الاستورج او في السولار عموما جاي وجاي بقوه. وده يعني ان شاء الله هيعمل انتعاشه في السوق المصري. الاكسسوارز بكل انواعها كانت منتشره، وده هيخلينا برضو نفكر ايه اللي ممكن نصنعه هنا. خلينا نفكر اكتر في التصنيع، مش لازم نستورد كل حاجه، في حاجات بسيطه مش محتاج ان انا استوردها. خلينا نفكر اكتر في تصنيعها، مش حرام ان انا استورد حاجه زي كده. تمام. وبرضو زي ما انتم شايفين البوث المعرض نفسه ما كانش كبير جدا زي السنين اللي فاتت، بس الانتشار للصينيين اكتر، يعني اكتر من 60% من المكان اللي في المعرض للصينيين. كده وصلنا لنهاية المراجعة. شكرا لكم والسلام عليكم.